من قلب منطقة الزمالك هنا في شارع 26 يوليو رقم 138 قدام بيت اللي عاش فيه الفنان اسماعيل ياسين مواليد 1912. الشاب اللي جه من مدينة السويس طمعا انه يكون مطرب. طبعا شاءت الاقدار انه يعني يمتعنا بفنه الجميل ويبقى اجمل فنان كوميدي في مصر والعالم العربي. ده البيت اللي كان ساكن فيه. عليكم السلام. ده الاسانسير اللي كان بيطلع من اسماعيل ياسين. الدور بتاعه هو كان ساكن في الدور الارضي. عاش هنا اخر ايامه لحد اخر يوم وفاته. الفنان الجميل اللي امتعنا طول عمره ابو ضحكه جنان، الفنان القدير اسماعيل ياسين جه من مدينه السويس طبعا انه يكون مطرب، لكن شاءت الاقدار انه يخش التمثيل ويبقى الفنان العالمي الفنان القدير اسماعيل ياسين. تعالوا نشوف المكان اللي قضى فيه اسماعيل ياسين اخر ايامه هنا في شارع 26 يوليو في قلب منطقه الزمالك على بعد خطوات من ساقية الصاوي. هنا المكان اللي قضى فيه اسماعيل ياسين اخر ايامه. يلا بينا نشوف المكان. هنا كانت اخر ايام اسماعيل ياسين اللي قضاها قبل ما يتوفى. كان ساكن هنا في الدور الاول في العماره دي في شارع 26 يوليو في قلب منطقه الزمالك بالقرب هنا من ساقية الصاوي. هنا العماره اللي قضى فيها اسماعيل ياسين اخر ايامه قلب منطقه الزمالك شارع 26 يوليو. العماره اللي شهدت عليها اخر ايام الفنان القدير اسماعيل ياسين. هنا عاش اسماعيل ياسين ابو ضحكه جنان اللي جه من السويس طمعا ان يكون مطرب. طبعا شاءت الاقدار انه ما يكونش مطرب ويكون ممثل ويتحفنا بفنه ويكون هو كوميديان مصري الاول. جه مصر هنا واتولد سنه 1900.